اهلا وسهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير وكل سنة وانتم طيبين. النهاردة هعمل معاكم كحك العيد بطريقة سهلة خالص، واي حد يقدر يعمله. حتى لو انتي ما عملتهوش قبل كده تقدري تعمليه بكل سهولة. اول حاجة معايا المقادير زي ما انتم شايفين كده. المقادير بتاعتي انا عاملة 2 كيلو كحك، بس انا هسيب لكم المقادير في صندوق الوصف على الكيلو. الكيلو بيبقى عليه نص كيلو سمنة، وبيبقى عليه معلقتين سمسم، وبيبقى عليه معلقة كبيرة خميرة، وشوية ملح صغيرة، ربع معلقة صغيرة، وريحة الكحك معلقة صغيرة برضو على الكيلو علشان ما تغيرش طعمه قوي، ومعلقتين كبار سكر. انا هسيب لكم المقادير كلها في صندوق الوصف، مقادير الكيلو. اول حاجة قبل ما ببدأ اشتغل في العجين، اول حاجة لازم تتعمل ان انا احط الخميرة على السكر. اجيب كوباية واحط الخميرة والسكر مع بعض زي ما انتوا شايفين كده، سواء بقى خميرة اللي انتوا شايفينها دي او الخميرة الفورية، ايا كان ايه نوع الخميرة اللي عندك. بتدوبيه بالسكر في شوية مية عادية خالص، مية فترة خالص عادية، اللي هي بدرجة حرارة المكان كده بره بس. وبتسيبيها جنبك لحد ما تعجني العجين، وبعد ما بتخلصوه بتكون هي خلاص خمرت. وهوريكم ازاي بنقلبها كويس جدا. انا بس عشان حاطه الخميره اللي هي بتاعه الافران، فانا بدوبها كويس جدا واسيبها على جنب. اول حاجه بقى هقوم جايبه الدقيق، ايا كان بقى الكميه اللي انت هتعمليها. بتحطي الدقيق وتحطي عليه السمسم والسكر. انا حاطه سكر بودر، يستحسن يعني ان تحطي عليه معلقتين كبار على الكيلو سكر بودر، وتكوني نخلاهم. بعد كده هحط ريحه الكحك، وهحط شويه الملح زي ما انتم شايفين كده. حطيت الاول حاجه الدقيق، وبعد كده حطيت عليه السمسم، وحطيت عليه ريحه الكحك، وحطيت عليه ذره الملح، وحطيت عليه السكر البودر، وحطيت كمان بيكنج باودر برضو عليهم. وقلبه كويس جدا زي ما انتم شايفين كده. هو ما فيهوش اي حاجه خالص، طريقته سهله جدا، من اسهل ما يكون عمل الكحك دوت. اهم حاجه تكوني عارفه المقادير، تحطي المقادير كويس بس كده. بعد ما عملت قلبت المكونات كلها مع الدقيق، هحط السمنه. السمنه دي انا مش انا مسخناها، بس هي مش سخنه قوي ان انا قدحتها. سبتها تغلي، يعني مش مغليه ولا بارده، انا مسخناها بس ان انا اقدر ايدي تلمسها، يعني انا اقدر احط ايدي في العجين فتبقى كويس. الطريقه دي حلوه قوي لما تكوني مش عامله كميه كبيره، ان انتي تعملي سمنه على البارد او تعمليها سخنه بس، مش بتغلي، مش ان انتي تنزل على الدقيق تسويه. الكلام ده نعمله ده دي طبعا اما بيستوي بيبقى ان انتي عامله كميه كبيره وتقعد معاكي كتير، زي الكحك بتاع زمان احنا بننزل عليه بسمنه بتغلي، ف تكون مدقوحه جامد او درجه غليان عاليه، فما تقدريش تلمسيها اصلا، تفضلي تقلبي باي حاجه لحد ما تبرد خالص. ده لو انت عامله كميه كبيره وهتقعد معاكي كتير. اما زي ما انتم شايفين انا بمسكها بايدي، هي سخنه بس اقدر احط ايدي وان انا اعجن العجين عادي جدا. الطريقه دي حلوه قوي وانا بعملها كده وبتبقى جميله جدا. لا مني عملتها على البارد ولا عملتها على السخن، انا ما بين البنين وحلوه جدا. المهم بقى هفضل اعجن بقى كده زي ما انتم شايفين، وابس العجين. اهم حاجه في الكحك بعد المقادير اللي انت بتلتزمي بيها ان انت تبسيه ازاي، زي ما انا هعمل دلوقتي كده. دي اهم مرحلة في الكحك، ودي اللي بتخلي الكحك بيكون ناعم جدا. كل ما بسيتوه كويس قوي زي ما انتوا شايفين كده بيبقى حلو جدا. النعومة بتاعتك بتبقى ناعم جدا، بيبقى حلو قوي. هتلاقوا نتيجة كويسة في بعد ما تخلصوا الكحك. جربوها بالطريقة دي وان شاء الله هيطلع معاكم مظبوط جدا. التزموا بالمقادير بس الكحك كويس قوي زي ما انتم شايفين. هفضل اقعد ابس فيه طبعا كتير. لو عندكم عجان طبعا افضل، انا بصراحة مش عندي، فلو في عجان هيبقى افضل.
لان انتي لازم تعملوه كتير جدا، دي المرحله دي بالذات. بعد كده، بعد ما بسه كويس قوي، وما خليش اولا ما خليش الدقيق يبان خالص. بعد ما الدقيق بيختفي برضو لازم افضل ابس فيه، مش شرط ان انا اخفي الدقيق بس، لازم تعملوا كده شويه حلوين بالطريقه دي، علشان يبقى كله حاجه واحده. هتلاقي بص العجينه ما فيهاش، يعني تحس ان هي كلها هي ناعمه جدا، وكلها حاجه واحده زي ما انتم شايفين. بص ببسها ما فيهاش اي تكتلات، ما فيهاش دقيق باين، ما فيهاش اي حاجه خالص، ناعمه خالص، تحس ان هي كلها بقت حاجه حاجه واحده، المكونات بتاعتي كلها. انا كده الدقيق بتاعي جاهز، العجينه يعني. هنزل عليها، دي اخر حاجه بعملها، بنزل عليها الكيلو عليه نص كوبايه ميه بدوب فيها الخميره والسكر وبنزلها عليه، ونص كوبايه حليب. وبعد دي اخر حاجه بنحطها، الحليب والخميره. بس ده بيتحط قد ايه بقى؟ بحط نص كوبايه ونص كوبايه بس، احتمال في اوقات الدقيق بيشرب اكتر، ده على حسب نوع الدقيق. ممكن انا الدقيق اللي انا جايباه ده ياخد معايا على الكيلو كوبايه سايل بس، سائل من اللي انا هعمله سواء لبن او ميه بالخميره، بياخد كوبايه. وفي دقيق ممكن يوصل معاكي لكوبايه ونص، ده على حسب نوع الدقيق اللي انت بتشتغلي بيه. انا معايا هنا اخد بالظبط كوبايه، نص كوبايه كوبايه بالظبط، عملت نصها بالخميره والنص التاني هحطه حليب. وتفضلوا تلموا فيه زي ما انا بلم كده، مش هنبس بقى زي ما احنا عملنا في المرحله الاولانيه، لا احنا هنقعد نلم في العجينه. انا كده حطيت نص كوبايه بالخميره، وبعدين حطيت نص كوبايه اللبن، وما حطيتش نص كوبايه كامله لان الميه بتاعت الخميره كانت زياده شويه، فانا عوضتها في ان اللبن ما حطيتوش نص كوبايه بالظبط. وتفضلوا تلموا زي ما انتم شايفين كده في العجين لحد ما العجينه ما تحسيش انها مشققه معاكي، تحسيها ان هي حاجه واحده، ما تبقى هتلم مع نفسها زي ما انتم شايفين كده. انا ده طبعا بس بتاخد وقت، انتوا تفضلوا تلموا في العجين لحد ما توصل للشكل اللي انتوا شايفينه ده. علشان تعرفي ان هي بقت كويسه، العجينه كويسه ولا لا، او محتاجه، يعني هي في الحاله دي بتبقى محتاجه بس يا ميه يا لبن. فعلشان تعرفوا هي لسه محتاجه سائل تاني ولا لا، بتاخدوا حته منها وتكوروها وتنقشوها، او تكوروها وتسيبوها وتبصوا عليها، لو لقيتوها مشققه يبقى هي لسه. تجربوا عليها المنقاش زي ما انتم شايفين، لو ما نقشتش زي ما انتم شايفين كده يبقى هي لسه محتاجه شويه سوائل كمان. هي كده خلاص العجينة تمام معايا. هنسيب العجينة ترتاح شوية مش كتير على ما نجهز الحشوة بتاعتنا. الحشوة اللي معايا النهاردة عبارة عن ملبن وعجوة. تقدروا تعملوه سادة، تقدروا تحطوا فيه بندق، تقدروا تحطوا فيه عين جمل، بس تقدروا تحطوش حاجة خالص براحتكم خالص على حسب ما انتوا بتحبوا. انا هنا معايا ملبن ومعايا عجوة ومعايا شوية سمسم ومعايا عين جمل. لو موجود فيها بتحبوها بالمكسرات تقدروا تحطوا، مش حابينه خلاص مش مشكلة، بتحطوا ايه الملبن بس. ومعايا كم معلقة سمنة. هبدأ اعمل الملبن الاول. لازم نحط عليه شوية سمسم، بيبقى طعمه حلو جدا جدا في الحشو. نحط على الملبن سمسم، وممكن تعملوه برضو تقلبوه بالسمنة زي ما انا هعمل كده سادة، زي ما انتوا حابين يعني على حسب الحاجة اللي بتحبوها. انا بحبه كده، بحط الملبن وبحط عليه سمسم، بحط عليه شوية مكسرات. يعني انا اللي موجودة عندي دلوقتي عين جمل، فانا حطيته بيبقى حلو جدا، اطعم حاجة في الكحك من المكسرات هو عين الجمل. وبحط شوية سمنة على حسب كمية الملبن اللي عندك. يعني لو انت عندك ربع كيلو حطي عليه مثلا 5 معالق، ومعلقتين سمسم حلوين، وهسيبهم على جنب. وهعمل برضو يعني انا كده حطيت على الملبن، حطيت عليه سمسم وحطيت عليه السمنة وحطيت عليه عين الجمل. هبدأ اعمل العجوة. العجوة ما بتبقاش كتير في الكحك، يعني مش دايما اللي بيحبوا الكحك بالعجوة بيبقى كتير، هو الطلب اكتر بيبقى على الملبن او السادة. فاحنا هنا هنعمل العجوة حتة بس قليلة مش كتير. هحط عليها معلقة سمسم، وهحط كمان 3-4 معالق سمنة كده زي ما انتوا شايفين. الزبدة هنا ما بحطها على العجوة بزود بس شوية، لانها العجوة بتشرب اكتر من البلبل.
العجوة بتتشرب اكتر. فهنا اهو زي ما انتم شايفين الملبن والعجوة، حطيت كل حاجة عليهم زي ما انتم شايفين، وهبدأ اعجنهم واكورهم على حسب الكمية اللي انا هعملها. زي ما انتم شايفين كده هبدأ اهرس اكنك بتعجني زي ما عملنا العجين بالظبط كده. وهوريكم برضو انا بعملها ازاي. زي ما انتم شايفين بفضل اقلب فيها، بعجن فيها بايدي علشان كل حاجة تتداخل مع بعض، السمنة تتداخل مع الملبن والسمسم وعين الجمل، كلهم يبقوا مع بعض. تقدروا تعملوا الملبن ده بسمنة بس، تحطوا عليه كام معلقة سمنة وتعملوه زي ما انا عملته كده برضو بالظبط، بيبقى حلو جدا. ليه ما بنحطش الملبن زي ما هو من غير سمنة ولا اي حاجة؟ لانه ما تيجي تقطمي الكحكايه بعد كده هتلاقي الكحك بيتقطم معاكي وملبن قطع على بعضها، بتبقى ناشفه ما بتبقاش طريه من جوه، ان انت تقدري تقسميها. ما تقدريش تقسمي الكحكايه بايدك حتى طول ما هي ما فيهاش الملبن ما فيهوش سمنه. واكور فيه زي ما انتم شايفين كده، هكور الكميه اللي معايا دي كلها. هي ممكن تطلع كمان زياده شويه، بس انا هكورهم علشان انا معرفش العجين هياخد قد ايه، واللي هيفيد هشيله في كيس في الفريزر ينفعني في اي حاجه هعملها تاني. بعد كده هنعمل العجوه زي ما انتم شايفين برضو بنفس الطريقه، بس العجوه بقى بتاخد وقت شويه لان هي مش طريه زي الملبن. زي ما انتم شايفين بفضل اعجن فيها كده. لو لقيتيها محتاجه سمنه حط لها برضو معلقه معلقتين، يعني على حسب بقى انتوا نوع العجوه اللي هتجيبوه. هي دي كانت السمك بتاعها قاسي شويه معايا فانا زودتها سمنه زي ما انتم شايفين كده، واكورها كده بالطريقه دي. واجهز الحاجتين دول، الحشوات بتاعتي اللي انا عملتها دي هحطها بقى في صينيه كده، وبعدين نرجع للعجين بتاعي ونبدا نشتغل واوريكم هنعملها ازاي. انا كده خلصت الكميتين اهو، تم اللبن والعجوه. وتقدروا تعملوا جزء ساده، انا هسيب جزء برضو في الاخر هعمله من غير حشو خالص. اهو شايفين اصلا عين الجمل في كله، انا عين الجمل مش حاطاه سليم، انا مكسراه بس بايدي عاملاه زي المجروش. بس عين الجمل تقدري ان انت تعملي بايديكي، مش ناشف قوي ان انت لازم تطحنيه في كبه او تجرشيه في الكبه وكده. هرجع بقى، انا جهزت خلاص الحشو، هنرجع بقى للعجين هنكور كده. انا بحب الكحك يكون صغير ما يكونش كبير، فببدأ اخد حتت كده من العجين صغننه كده واحشيها اهو ملبن اهو، احطها كده واقفل وابططها واقفل عليها زي ما انتم شايفين، واقوم لفاها على ايدي الناحيه التانية واكورها وبعدين انقشها. انا بحب الكحك يبقى صغير ما يبقاش كبير، بالحجم اللي انتوا شايفينه ده كده. وابدا انقشه بقى الطريقه اللي انت عايزاها، مش حابه تنقشي بمنقاش، حابه ان انت تسهلي على نفسك اكتر وما تاخديش وقت فيه، تقدري تعمليه بالاشكال اللي هي العلب البلاستيك، الاشكال البلاستيك دي. وفي اشكال خشب برضو بتحطي فيها الكحكايه بتطلع معاكي باشكال حلوه جميله جدا. اهو ديكوا شايفين شكلها عامل ازاي، وهي صغيره على فكره حلوة قوي، وريحة العجين تحفة طبعا. انا عاملاه بالسمنة بلدي فريحته حلوة جدا. هعمل معاكم واحدة تانية واوريكم شكلها عامل ازاي برضو بالملبن، وهنقشها. وبعد كده هسيبه بعد ما اكمل الصاج كله. انا هفضل اعمله بعد ما اكمله هسيبه يخمر شوية، مش هنحطه بقى ده الوقت اللي ما بنسيبش. يعني احنا اول مرة سيبنا العجين حاجة بسيطة يا دوبك على ما عملنا بس الحشو، فرجعنا العجين بسرعة ما سيبناش وقت، سيبناها ترتاح بس شوية. اما بعد ما بننقشه بنحطه في الصاج وقبل ما نسويه بنسيبه شوية حلوين بس يخمر. مثلا معاكي اقل حاجة لو انت مستعجلة عليه مش اقل من 3 ساعات او ساعتين. اما لو انت عايزه يطلع مظبوط وحلو تقدري تسيبيه 4 ساعات 5 ساعات وبعدين تسويه. شايفين كده تفضلوا تسيبوا مسافة بس في الصاج ما بين الكحكة والتانية علشان لما تخمر هي مش هتكبر قوي ومش هتضيع النقشة بتاعتها، بس يبقى فيه براح شوية. هي الخمران بتاعها او سواها هيعملها سنة بسيطة، تكبر سنة بسيطة، فحاولوا سيبوا مسافة. ده كده حشوة العجوة برضو نفس الكلام، انا بعمل حشوة العجوة
نفس الكحك، نفس شكل الكحك بالظبط، بس انا علشان اميزه او ابقى عارفه ده بعجوه ولا بالملبن، انا بعمل اللي بالملبن بالمنقاش زي ما انتوا شفتوا، اما اللي بالعجوه بعمله بالشكل ده عشان ابقى اقدر اميز ده ايه وده ايه. شايفين كده العلب دي اللي انا قلت لكم عليها اللي بيبقى بتعمل اشكال، فانا هعمل بالعلب دي او بالاشكال دي اللي هو بالعجوه زي ما انتوا شايفين كده، شكلها جميل جدا. هعمل برضو معاكم واحده تانية. حاولوا صغروا العجين، ما تعملوهاش كبير، او على حسب برضو ما بتحبوا الكحكايه كده كبيره برضو ما فيش مشكله، دي اذواق على حسب يعني كل واحد ما بيحب. هحط برضو عجوه تاني هنا وهوريها لكم. هي الاشكال دي حلوه جدا، تقدروا تجيبوا شكلين وتعملوا بيه لو انتوا حتى عاملين زي ما انا عامله كده نوعين حشو، وتقدروا تجيبوا نوعين من الاشكال دي فتبقوا مميزين ده من ده. لو انتوا بتحبوه بالملبن بس تقدروا هو شكل واحد تعملوا بيه، هيسهل معاكم قوي. وفي كمان البصمات ان انت تقدري تعملي الصاج كله، تكوريه وتحشيه وتعملي الصاج كله، بعد كده تقومي نازله بالبصمات على الصاج مره واحده، ما بتاخدش معاكي دقيقه، دي برضو حلوه جدا. انا هنا عملت الملبن والعجوه ووريتكم شكله عامل ازاي. هعمل كمان بقى الساده. الساده بقى انا بحب شكله مختلف شويه، فبعمله زي ما انتم شايفين كده، ببرمه كده واقوم لفاه عاملاه زي الحلقات كده، وبعمله بالمنقاش بديله شكل لطيف بس كده. وهو ده الساده اللي انا عاملاه. انا بس بعمل معاكم كام نقشه كده، بس انا هحط كل حاجه في صاج لوحدها، بس بوريكم الحاجات اللي انا هعملها. بعمل طريقتي في ان انا بعمل كل شكل ازاي لو انا عندي اكتر من حشوه او ساده، فبميز التلاتة زي ما انتم شايفين، ده كده العجوه والملبن وده الساده. بعمل 3 اشكال عشان ابقى عارفاهم. بس كده انا هروح بقى اخلص العجينه كلها وهرجع اهو زي ما انتم شفتوا. ده كده كل اللي بالملبن. عايزه اقول لكم الكحك حلو جدا وعمل معايا كميه حلوه. هسيبه بقى. ده كده الحشوه الاولانيه ودي التانية اهي. وكمان عملت شويه برضو اللي هو الساده. انا عايزه اقول لكم العجينه حلوه مش مشقه ولا اي حاجه. هوريكم بقى اللي هو الساده ده. انا عملت برضو ده حبه صغيرين عشان اللي حابب كده حابب كده، كل واحد اللي هو عايزه. هسيبه بقى يخمر وهدخله الفرن بعد 3-4 ساعات، وهيطلع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. شايفين انا الكحك ما يعني شايفين حمره من تحت كده، يبقى ذهبي شويه من تحت، ومن فوق مش زي تحت، يبقى افتح شويه كده. هو مستوي معايا كويس جدا. قعد في الفرن حوالي مثلا اقل من نص ساعه، وانا كنت مشغله الفرن فوق وتحت. هنا بقى ده طبعا حطيت عليه شويه سكر، وشكله شكله ازاي وهو بالسكر. طبعا اللي بالعجوه اللي بيحب اللي ياكل الكحك بالعجوه طبعا مش بيحب عليه سكر، هو بيتاكل كده اللي بالعجوه. والساده بيتحط عليه سكر برضو، بس العجوه بالذات لما تكونوا عاملينها في الكحك زي كده ما تحطوش عليها سكر، بتبقى كده اطعم واحلى. الكحك دايب خالص. بص انا هكسر لكم واحده. ملبن شفتوا بيتقطع معايا ازاي، مش محطوط في مكان واحد، ان انتي بيطلع كتله واحده على بعضها. وعايزه اقول لكم الكحك كله مستوي من جوه ودايب خالص. حلو قوي مش عجين، كل الكحكايه مستويه، الكحك كله مستوي. هدوا النار جدا عليه، اهم حاجه يا جماعه التسويه. هدوا النار وما تعلوهاش خالص، وما تستعجلوش على الكحك. اهم حاجه السوا عشان يطلع معاكم مظبوط. اتمنى تكون طريقتي عجبتكم، واشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله.